انجلترا بالسرعه الرابعه تتجاوز كرواتيا 4-2، وغانا من جهتها تحقق فوز ثمين 1-0 على بنما، وكولومبيا بثلاثيه تتجاوز المنتخب اوزبكستاني 3-1. الجوله كما قلنا تميزت بالانتصارات، وهذا ما ننتظره نحن كجماهير رياضيه في رياضه كما كره القدم. الجوله هذه باش ناخذ اكثر التفاصيل على اهم ما ميز مردود المنتخبات العربيه في هذا في اول ظهور لها في المونديال. كذلك باش نحكيو على المنتخبات الصف الاول الاوروبيه والامريكيه، واللي يقولوا اللي منتظر باش تكون تلعب دور رئيسي في المونديال هذا، وربما تكون هي واحده من المنتخبات المتوجه في هذه النسخه. كذلك باش نحكيو على المنتخب المصري وانطلاقته في هذه النسخه من كأس العالم 2026. استغلينا باعتبار وأنه ضيفنا اليوم الكابتن محمد جمال الدين إسماعيل المحلل الفني من مصر الشقيقة. نرحب به على مجلس فام. مرحبا بك كابتن. مرحبا بحضرتك ابراهيم، ومرحبا باذاعه اوليسي اف ام، وبحضرتك وبكل المتواجدين في تونس، كل الاصدقاء والاشقاء التوانسه. بكل جزيره جربه طبعا، يعني تحيه خاصه. اخبارك يا كابتن واخبار مصر غادي؟ شنو احوالكم الطقس وشنو الاجواء في المونديال؟ لا والله الطقس طبعا الطقس جميل، وهي نعم حر شويه، بس طبعا لا صوت يعلى على صوت المونديال. كل الاهتمامات حاليا ماشيه بقى كله في المونديال، ورغم ان المواعيد مختلفه شويه فعامله لخبطه في الايام للناس كده، بس مصر لا تنام بسبب المونديال يعني. بالضبط، نفس اللخبطه كابتن. حتى في تونس تقول له المقابله نتاع تونس يوم الاحد، يقول لك لا نهار الاثنين، وهي جات في الفجر، معناتها ما بين يوم الاحد والاثنين. اكيد ما اللخبطه موجوده عندكم. بالظبط نفس القصه عندنا برضه، يبقى يوم الاثنين وهي جايه هي في بدايه يوم الاثنين، فكانها في تكمله يوم الاحد، فبتبقى برضه في لخبطه شويه، لان المباريات بتيجي عندنا مثلا الماتش الجاي هيبقى الساعه 4 صباحا. نعم. يعني 4 وقت الفجر بالظبط. نعم. بيبقى لسه الناس ما نامتش، يعني لسه الناس بقى هتكمل اليوم بقى تتفرج على الماتش وبعدين تنام. وثم شكون يبدا العمل بتاعه بعد يكمل المباراه. اكيد. نعم. نعم. هذه هي الاجواء الاخويه مع كابتن محمد جمال الدين اسماعيل محللنا الفني اليوم باش يرافقنا في تحليل هذه الحصه. سي محمد، البطوله هذه البارح تميزت ب3 انتصارات تقريبا، هذا ما ننتظروه من الجوله هذه. والله هو بالنسبه للمنتخبات العربيه يعني الاداء متباين شويه، يعني احنا نتكلم عن المنتخبات العربيه حضرتك، ولا عاوز تتكلم على كل الانتصارات اللي حصلت؟ لا احنا عندنا بعد دقيقه باش نرفعوا الاذان. حابين قبل ما نبدو في التحليل على الحديث المنتخبات العربيه، نعم 3 دقائق الفاصل الاشهاري، عفوا قلت الفاصل الاشهاري باش يكون معنا بعد دقيقه ونصف. خلينا ناخذ رايك فقط بعجاله في 3 الانتصارات نتاع البارح. المنتخبات الكونغو كانت فرط التعادل على البرتغال، انجلترا وغانا وكولومبيا 3 انتصارات. ما احوجنا كابتن للاهداف؟ والله هو امبارح كانت مباراه انجلترا وكرواتيا يمكن اجمل مباراه في البطوله كلها، يعني المنتخب الانجليزي بان امبارح، منتخب انجلترا بان بصوره قويه جدا، ويعني بيدي رساله قويه جدا ان هو البطوله ديت هيبقى غير كل البطولات اللي كان بيبقى اخره دور الثمانيه بقى له فتره كبيره جدا ما بيعرفش يتخطى دور الثمانيه بالكتير خالص، رغم ان كان في نجوم كتيره قبل كده في يعني في الازمنه اللي فاتت والبطولات اللي فاتت، ولكن امبارح مباراه انجلترا وكرواتيا كانت اجمل مباراه، شهدت 6 اهداف. مباراه غانا كسبت في الدقيقه ال5 من الوقت بدل الضايع، وتعتبر كده سهلت الامور انها حتى تخش في احسن التوالت. اوزبكستان وكولومبيا، غلا يعني فازت 3-1 في اوزبكستان، وبرده كانت مباراه فيها اهداف ومباراه رايحه جايه. حصل تعادل في الاول 1-1، وبعدين بعد كده كولومبيا حسمت بالجون الثاني والثالث. البرتغال والكونغو هي اللي حصل فيها التعادل، ودي مفاجاه طبعا ساره للكونغو الافريقيا، يعني بعد البرتغال ما تقدمت في اول المباراه، الكونغو تعادلت في نهايه الشوط الاول وانتهت المباراه بالتعادل.
وبصراحه يعني كانت يعني نتيجه كبيره جدا، ونتيجه يعني دي اول هدف واول تعادل للكونغو في تاريخها في كاس العالم، رغم المشاركه القديمه بتاعت 74 كانت مشاركه باهته جدا. نعم. شكرا كابتن. نمشي مع هذا الفاصل زميلنا التقني ياسين، ثم نبدا حديثنا في تحليل مردود المنتخبات العربيه. نرجع أعزائي المستمعين، مرحبا بكل من اختار موجتنا يدوس فام في هذا العدد الجديد والتحليل الفني مع زميلنا الكابتن محمد جمال الدين اسماعيل من مصر مباشرة. سي جمال، أعطينا توا قراءتك وكيف ريت، كيفاش شفت المنتخبات العربية كيفاش ظهرت في الجولة الأولى من هذه النسخة؟ بالنسبه للمنتخبات العربيه، لو نتكلم على عرب افريقيا الاول، بالنسبه للاربع فرق بتوع عرب افريقيا، مصر، تونس، الجزائر، المغرب. مصر والمغرب، اعطينا المنتخب المصري باش ناخذوه في الفقره الثانيه باش نخصصوا معه اكثر تفاصيل. طيب معك نخلي المنتخب المصري في الفقره الثانيه. طبعا نبدا بالمنتخب المغربي. قدم اداء كبير جدا قدام منتخب البرازيل، وانا في رايي ان المنتخب المغربي خسر نقطتين في ماتش البرازيل، مش كسب نقطه، لان المنتخب المغربي كان متسيد وبدا المباراه بشخصيه قويه جدا وبدا عالي جدا وبضغط على المنتخب البرازيل، وفاجئ المنتخب البرازيل بهجوم، وانه ما اداش فرصه خالص للمنتخب البرازيل بالاخص في بدايه المباراه، لغايه ما سجل الهدف بتاع اسماعيل سيباري، وبعد كده تلقى هدف التعادل في هفوه بسيطه جدا. فينيسيوس جونيور احرز فيها الهدف التعادل. ولكن اللي انا لاحظته ان محمد وهبي بدات بصماته تبان على الفريق، وبدا غير في طريقه الفريق اللي كان بيعتمد عليها وليد الركراجي قبل كده، ان هو كان دايما وليد الركراجي بيلعب بتامين دفاعي، بيامن دفاعه كويس جدا وبيلعب على التحولات، وكان عنده لعيبه بتساعده في التحولات دي. لا، محمد وهبي غير وليد الركراجي بقى. محمد وهبي بيبدا بيلعب الكوره، بيحب يمتلك الكوره، وبيلعب بالمدرسه الاسبانيه شويه، ان هو بيلعب التمريرات زي التيكي تاكا كده، التمريرات القصيره الكتير، ومع التفاهم اللعيبه، مع خلق مساحات لبعض، مع التفاهم والتجانس بين اللعيبه، مع انه كمان مدرب جريء بيهاجم الفرق القويه. وكان ليه تصريح قبل المباراه، قال انا جاي وهنزل العب الماتش وهاجم والعب الكوره بتاعتي. انا قلت هشوف هل هو تصريح اعلامي ولا تصريح واقعي. طلع تصريح واقعي ونفذه. تاني حاجه بدا يدخل لعيبه صاعدين، يعني ابهروا الدنيا في اللعيب الوسط الارتكاء المنتخب المغربي الجديد اللي هو اسمه ايوب بعدي، لعيب لسه 18 سنه، لعيب يعني اللي بيلعب في الليل الفرنسي. اللعيب فكرني بالمرحوم الله يرحمه عبد المجيد الظلمي، نفس ستايل لعبه، مع الفرق ان ده لسه لعيب صغير ولسه قدامه كتير. يعني اللعيب ده انا في رايي ان اللعيب ده لو اهتم بنفسه كويس جدا واتطور، وربنا يبعد عنه الاصابه، وحافظ على نفسه كمان بره الملعب، وربنا يبعد عنه الاصابه واتطور في الملاعب، اللعيب ده هيبقى من احسن لعيبه الارتكاز في العالم، مش في المغرب ولا في افريقيا. فبصراحه صوره كويسه جدا للمنتخب المغربي. وانا في رايي ان المنتخب المغربي كمان بيقدم اداء متطور عن 2022 لما كنت مع حضرتك، واحنا برضو من 4 سنين واتكلمنا عن المنتخب المغربي. نعم، بالتوفيق للمنتخب المغربي اللي كان اعطاه ثقه كذلك واستمراريه المدرب والمدرسه المغربيه. نلقاه في المنتخب الجزائري والاطار اجنبي والهزيمه كابتن محمد جمال امام منتخب ارجنتيني بطل العالم. والله بصراحه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، يعني انا ما عجبنيش اداء المنتخب الجزائري، ولو انه بدا المباراه كان في بدايه المباراه كانوا قريبين من بعض، يعني كان ند مع المنتخب الارجنتيني، بس حسيت اتساب مساحات لميسي، وده ليونيل ميسي يعني من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره، يعني ما ينفعش تساب مساحات كده.
المستوى اللي ظهر بيه لوكا زيدان حارس المرمى كان مستوى يعني سيء جدا، ما كانش في يومه، ومش عارف هل دي مشكله ولا لا. وحضرتك بتلاحظ اي فرقه بتكسب او بتتعادل مع فرقه كبيره قوي لازم يبقى عندها حارس مرمى قوي. لو ما عندهاش حارس مرمى قوي وحارس مرمى في يومه هتخسر. واحنا شفنا حتى بالذات في المنتخبات العربيه، منتخب قطر، السعوديه، المغرب، مصر، كل اي فرقه الحارس بتاعها مش كويس ومش جاهز فبيحصل مشاكل عندها. فانا لاحظت في مشاكل دفاعيه وفي مشاكل في حراسه المرمى وفي مشاكل تانية بين اللعيبه وبين تجانس اللعيبه مع بعض، ان انا حسيت ان اللعيبه مش واخده الامور. هل اللعيبه مش متجهزه نفسيا ومعنويا للمباراه ولا لا؟ لان اللعيبه مش حاسه بالمباراه. اي نعم النتيجه 3 اتقل من الاداء اللي حصل في الملعب كمان، بس كل الثلاث اجوان جم بالهفوات واستغلها لعيب زي ليونيل ميسي، اسطوره من اساطير التاريخ يعني في كره القدم. ألا ترى الكابتن وأنه الأداء المنتخب الأرجنتيني كما ذكرت مع المنتخب الجزائري، ربما بعض المحللين والنقاد اللي كانوا يتبعوا معناها في الناحية الفنية يروا أن المنتخب الأرجنتيني كل الكرات تتوزع تنطلق من ميسي وتوصل إلى ميسي، وميسي هو اللي يسجل. تراش وأنه الطريقة هذه مع منتخبات قوية أوروبية وأمريكية اللاتينية ربما أكيد باش يواجه صعوبة كبيرة المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على اللقب نتاعو. في الموضوع اللي بقول لحضرتك النتيجه اتقل من الواقع في الملعب. الواقع في الملعب حضرتك بتقول ميسي هو محور اداء الفريق، اللعيبه كلها بتدور على ميسي فين وبتلعب بره ليونيل ميسي هو اللي يوزع وميسي هو اللي يشوط. وحتى الجون الثاني كره شاطت الحارس ما عرفش يسيطر عليها كويس، راجل ميسي اللي عمل الفولو المتابعه واحرز منها الهدف الثاني. فطبعا مع الفرقه الاقوى، مع الفرقه القويه والفرق اللي جاهزه خططيا للارجنتين وليونيل ميسي، وشافت مثلا ماتش الجزائر، هيبدا يبقى فيه رقابه كبيره جدا على ليونيل ميسي بحيث يحرموه اصلا من انه يستلم الكره قبل ما تجيله. والرقابه هيبقى اكيد رقابه مش بواحد بس، طبعا مع رغم امكانياته العاليه وكده، طبعا مع تقدمه في السن والناحيه البدنيه لا هيرهقه، لان مش هيبقى فيه حلول ثانيه. يعني كان المنتخب بتاع 22 كان فيه دي ماريا، كان برضه حل كبير جدا ورئه بيتنفسوا بيها، يعني تمسك ميسي في دي ماريا شغال. لا المره دي لا، هو ميسي هو يعني العمود الفقري بتاع الفريق، وهو العنصر اللي بيحرك الفريق كله، لو يعني هو العقل المفكر. نعم. المنتخب التونسي والهزيمة اللي الجماهير التونسية كلها كانت غير راضية، لا على الناحية الفنية ولا على نتيجة ولا على أداء اللاعبين، مما اضطر الاتحاد التونسي بتغيير المدرب الفرنسي في رينار. كيفاش شفت مردود المنتخب التونسي يا سي جمال؟ والله انا زعلت جدا على المنتخب التونسي، ولو ان برضو يعني هي ليها توابع قديمه. يعني قبل كده ماتش بلجيكا اللي هو في الماتش التحضيري كان المنتخب التونسي برضو ظهر بصوره سيئه جدا. اي نعم ما اتفرجتش على الماتش كامل، اتفرجت على الملخص بتاع ماتش بلجيكا يعني. وللاسف برضو هي نفس المشاكل ونفس الاخطاء الدفاعيه مع حراسه المرمى مع الفريق كله على بعضه. يعني حتى الفريق ظهر بصوره اسوأ من الصوره بتاعت كاس الامم مع سامي الطرابلسي. فيعني وبرضه في حاجه انا قلقان منها يعني بصراحه، حته التغيير في وسط البطوله وهيرفي رينر يتولى المسؤوليه في ما بين مباراه والثانيه. يعني برضه موضوع هي مغامره محفوفه بالمخاطر. فاتمنى ان الله ان المنتخب التونسي يتحسن الوضع شويه في المباريات القادمه ويكون احسن اداء ان شاء الله، وما نشوفش الاداء اللي حصل قدام السويد، لان بصراحه كانت نتيجه يعني مخيبه للامال للاسف. يعني هو اللي متابع كابتن جمال الاداء النتائج، خلينا نقولوا لان كره القدم هي نتيجه قبل الاداء لنتائج الفرق او المنتخبات، انه اذا كان باش نرجعوا الى مردود الفريق في التحضيرات، المباريات التحضيريه لا تعطيك فكره صحيحه على مستوى الفني للاعبين وكذلك على الفريق كله.
انا مع حضرتك، ان المباريات التحضيريه مش هي ده حاجه. كمان هقول لحضرتك انا في رايي الشخصي ولا مباريات الدور الاول هي بحكم التاريخ. يعني ايطاليا كسبت 82 وكانت هتطلع في الدور الاول، وغيرها يعني. والارجنتين في 90 وكده وصلت نهائي وكانت في الدور الاول قليله جدا. ففعلا يعني المباريات التحضيريه مش هي. بس انا برضو ملاحظ ان عنصر الخبره مش موجود في المنتخب التونسي اللي كان موجود قبل كده. طبعا اي فرقه بيبقى لها قوام رئيسي، صحيح. عنصر خبره وجيل وسط وعنصر شباب. جيل الوسط بيبقى هو الجيل الاكبر، بس لازم يبقى فيه عناصر خبره عشان تبقى عندها الثقه والشخصيه تعرف تلم الفريق، والشباب علشان يدوا الروح ويدوا الدم الجديد. وطبعا جيل الوسط هو اللي بيبقى الجيل السيد والغالب اللي فيه 60-70% من الفريق. انا ملاحظ ان عنصر الخبره مش موجود في الفريق، زي فرجاني ساسي، زي لعيبه احنا عارفينها ولعبت عندنا في الملاعب المصريه وكانوا بيلعبوا في كاس الامم اللي فاتت. يعني ما قلتش لعيبه يعني بعيده، وكان مستواهم كانوا مؤديين ومستواهم كويس. حتى لو يعني انا ده رايي شخصي، حتى لو هو ما بيلعبش اساسي، وجوده مع الفريق في محفل زي ده مع اللعيبه في المواقف الصعبه بيبقى مهم جدا. نعم. هذا بالنسبة للمنتخب المغربي والمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. كما ذكرت كابتن جمال، وأنه الجولة الأولى خاصة مع النظام الجديد وعديد مجموعة كبيرة من الفرق، معناها نجم نقول وأن هناك ما زالت الآمال تنتظر المنتخبات العربية اللي حكينا عليها، خاصة المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، للترشح للدور القادم. شنو رأيك في هذا الموضوع؟ هو طبعا دلوقتي النظام الجديد، احنا دلوقتي البطوله 48 فريق على 12 مجموعه، بيصعد اول وثاني، وبعدين كده هو بيصعد فيه دور ال 32. فاول وثاني ادي 24 فريق، بيتبقى 8 فرق بيبقوا احسن 8 توالت من ال 12 ثالث. يعني من ال 12 مجموعه، من ال 12 توالت في المجموعات بيطلع 8. فدي نسبه كبيره جدا. يعني غانا مثلا امبارح بالفوز بتاع امبارح ممكن غانا تصعد. يعني ممكن فوز واحد يصعدك. فالموضوع يعتبر برضه في المتناول، انك تكسب، ممكن تكسب ماتش وتتعادل ماتش، ضمنت الصعود بنسبه مثلا نقول 100%. فزت بمباراه ضمنت الصعود بنسبه 80-90% على حسب ترتيبك في احسن توالي. فان شاء الله نتمنى الخير ان نلاقي اكبر عدد من المنتخبات العربيه والافريقيه ان شاء الله في دور ال 32 باذن الله. نعم. هذا المنتخب لو كان نقسم المنتخبات العربيه اللي حكينا عليها، نلقاو المغرب في مستوى معين، وتونس والجزائر والمنتخب المصري نلقاوه في المستوى الثاني. كيفاش تشوف حظوظ المنتخب المغربي كابتن جمال؟ لا، هو المنتخب المغربي انا شايف حظوظه ان شاء الله، يعني هو برضه حظوظه ان شاء الله هيصعد، بس باذن الله ده على حسب بقى هيقابل مين في الصعود بعد كده، وعلى حسب هيكمل على نفس المستوى ولا لا. بس انا شايف المستوى المنتخب المغربي لو كمل بنفس المستوى اللي هو فيه، بس هو عنده نقطه ما نسيت اقولها لحضرتك، بس ان هو عاوزه يستغل الفرص شويه وما بقاش في لعب استعراضي شويه في الثلث الاخير. في لعب ايجابي شويه على المرمى، لان في هفوات كده. لو انت في هفوه مثلا ما احرزتش وخلصت على الماتش، قتلت الماتش، ممكن الماتش يتقلب عليك، وبالذات انت بتلعب نجوم كبيره جدا. يعني البرازيل كانت سيئه جدا، ما فيش غير فينيسيوس بس اللي كان بيمثل خطوره على المنتخب المغربي. ومثلا كان واحد زي كاسيميرو دوت من احسن لعيبه خط الوسط سابقا، كان ثغره كبيره جدا وكان مستواه سيء جدا في المباراه. ولكن في هفوه فينيسيوس اتعادل، ممكن هفوه ثانيه يجيب فوز والمغرب يطلع مهزوم. نفس القصه لو حضرتك تخلي بالك في ماتش السنغال وفرنسا، السنغال فرحهم قوي لما جابوا الهدف وقدامهم لسه باقي وقت في الوقت بدل ده ان ممكن يتعادلوا، وما ركزوش مع مبابي وسابوا المساحات، راحوا داخل فيهم الهدف الثالث على طول بعد كره ما اتسنطرت. فعشان كده بقول لازم يعني، انما ان شاء الله المنتخب المغربي وكل المنتخبات العربيه مؤهله باذن الله. المنتخب المصري لسه هنتكلم عليه، والمنتخب لو لحق نفسه، والمنتخب التونسي ان شاء الله يعني اتمنى ان يصعدوا، واتمنى ان يكملوا بعد الصعود كمان، لان دور ال 32 هو الدور اللي بتاع البطولات اللي فاتت. يعني هو صعود كاس العالم قبل كده كان ال 32 فريق اصلا.
نعم. هذه فقرتنا على المنتخبات العربية شمال أفريقية، حكينا معها وكملنا في التحليل. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، والمنتخب الجزائري، والتوفيق كذلك باش نتمنوه كذلك للمنتخب المصري اللي باش يكون حديثنا بعد هذا الفاصل. كابتن جمال وأعزائي المستمعين ما تغيرش الموجة، نمشيو مع هذا الفاصل الإشهاري ثم نعود. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذا التحليل والموعد الرياضي لمونديال 2026، ويرافقنا اليوم الكابتن جمال الدين إسماعيل من مصر بلاد الفرعون محمد صلاح. في رحلتنا اليوم تفكرني في المطرب فريد الأطرش وأغنية بسط الريح تونس خضراء، ويتنقل بينا من بلد إلى بلد. احنا حكينا على المغرب وتونس والجزائر على موجة السفام، باش نتنقلوا معكم أعزائي المستمعين إلى الدنيا، إلى مصر وبالتحديد المنتخب المصري، وبداية موفقة أمام منتخب بلجيكي. كابتن جمال مرحبا بك من جديد. مرحبا بحضرتك. ماذا نقول عن المنتخب المصري؟ خلينا ناخذ ساعة فكرتك وأنت المتابع الناقد الرياضي للساحة المصرية وكذلك العربية والأفريقية والعالمية. كيفاش بدأت تحضيرات المنتخب المصري لهذا المونديال؟ التحضيرات طبعا المنتخب المصري كان لعب 4 مباريات قبل المونديال، مباراة مع السعودية ومباراة مع اسبانيا، كسب السعودية 4-0 وكانت مباراة قوية جدا وكسب فيها السعودية 4-0، وبعدين مباراة مع اسبانيا تعادل 0-0 كانت برشلونة، وبعدين بعد كده المباراة الثانية مباراة روسيا في مصر، وبعدين مباراة البرازيل في الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم واتغلب 2-1، كسب روسيا 1-0 واتغلب 2-1 من البرازيل. في مباراة بلجيكا أنا في رأيي إن المنتخب المصري التحضيرات كانت كويسة، يعني التحضيرات مع مدارس قريبة من المدرسة البلجيكية اللي بيلعب معاها، لاعب أسبانيا، لاعب البرازيل، لاعب روسيا، مدرسة قريبة. السعودية تعتبر مدرسة آسيوية زي المدرسة الإيرانية، نفس القصة. فتعتبر التحضيرات كانت كويسة جدا، وبدأ المنتخب يلعب يبقى ليه هوية شوية في اللعب، إن هو بيلعب تحت الكورة، بيلعب باسلوب تامين دفاعي قوي، وبعد كده بيلعب على التحولات. طبعا انا بقول ودايما بقول الكلام ده وممكن الناس بتختلف معايا فيه، ان صعب جدا ان يجي لك في جيل 2 بيلعبوا في مانشستر يونايتد وفي ليفربول لعيب مصري زي محمد صلاح. ما اظنش ان صعب جدا يتكرر، مش عشان مستواه، عشان الاستمراريه اللي قاعد فيها. محمد صلاح بقاله 10 سنين بينافس على احسن لعيب في العالم. ممكن لعيب يطلع فلته يقعد 2-3 في البيك بتاعه ينافس على احسن لعيب في العالم، بس يجي بعد كده المستوى يقل. فمحمد صلاح عنده استمراريه، وطلع له عمر مرموش. فالمنتخب المصري عشان كده حسام حسن لقى ضلته في انه بيلعب على حته تامين دفاع والتحولات، بحيث ان هو عنده جناحين من اقوى اجنحه العالم الاثنين، بيستغل عمر مرموش شويه كمهاجم اكتر منه كجناح. محمد صلاح الماتش اللي فات في ماتش بلجيكا
كان بيستغله كصانع لعب حر مش جناح صريح. لعب مصطفى زيكو جناح وامام عاشور دول الجناحين، ومحمد قدام عمر مرموش. جاب في الماتش. ايوه اتفضل يا كابتن. لا بقول لحضرتك اجاد في الماتش، وانا في رايي برضو منتخب مصر خسر نقطتين مش كسب نقطه من بلجيكا، لان منتخب مصر كان متقدم واضاع فرص، ودي برضو النقطه اللي واخدها على منتخب مصر وعلى المنتخبات العربيه بتاعتنا. لما تبقى متقدم بواحد ويجي لك فرصه خلص الماتش. وهرجع حضرتك للذاكره شويه، وحضرتك خبير وفاهم فاكر الكلام ده. الكاميرون في 90 في ماتش انجلترا لما همان بيكا حب يلعب الكره بالكعب وهم متقدمين، وراح اترد بعد كده بتعادل انجلترا، وبعدين فوز انجلترا وطلعوا من دور الثمانيه. نفس القصه نيجيريا في 94. فدايما في حاجات كده في يعني الفرق بتاعتنا تعرف ان الماتش ما بيخلصش غير مع صفاره الحكم، بالذات مع الفرق الكبيره. فلما تجي لك فرصه تنهي الماتش بالهدف بالتقدم الثاني والثالث، جيب هدف وما تستعرضش. ده اهم حاجه، وركز في الهدف قوي. نعم. الكابتن جمال، احنا دخلنا الامور الفنيه، خلينا ناخذ شويه انطباعاتكم والجماهير المصريه. انتم كجماهير ورياضيين ومحللين كنتوا تنتظروا ما هو المنتظر من المنتخب المصري؟ المجموعه اللي عندكم راضين عليها، اداء المجموعه من مجموعه اللاعبين وكذلك الاطار الفني، ام شنو رايك؟ والله هو لغايه دلوقتي ماشي كويس، ويعني ان شاء الله يكون احسن باذن الله. طبعا في خلافات، في حصل طبعا يعني وجهات النظر بتختلف، كل واحد بيبقى ليه وجهات نظر. بس هو الاداء ماشي كويس، فكل الدعم في الاداء دلوقتي. انما طبعا حصل في خلافات شويه على بعض اللعيبه ما اتخذتش، او في لعيبه انضمت ممكن تكون مش جاهزه او كده. ده طبيعي بيحصل في اي مكان في الدنيا اكيد. المهم هيتنفذ المطلوب ولا لا. طبعا بالنسبه لي انا وبالنسبه للناس كتير قوي، يعني اهم يعني طبعا دور ال 32 المفروض الوصول ليه يعتبر يعني متاح ومتاح جدا، لان القصه لسه حكينا من شويه موضوع احسن توالد. فالموضوع بقى قريب جدا. لا يعني اقل حاجه دور ال 16 كمان اذا ما كانش دور الثمانيه للمنتخب المصري، لان انا قلت مش هتجيلنا الفرصه دي تاني يكون عندنا محمد صلاح وعمر مرموش، يعني اثنين من اهم 10 اجنحه مثلا في العالم، او من اقوى 10 اجنحه في اماكنهم في العالم. مثلا واحد بيلعب في ليفربول وفي مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وهم فصعب جدا ان يبقى عندك نجوم بالتقل ده وما تحققش نتائج كبيره. نعم. نرجع شوية لأمور التصريحات والآراء المدربين واللاعبين. الحارس كورتوا حارس منتخب بلجيكي قال كان بإمكاننا خطف الفوز. ما هو ما قالش كان بإمكاننا الفوز، قال خطف الفوز، يعني أنه ثم هناك صعوبة واجهها الحارس والمنتخب البلجيكي أمام المنتخب المصري يا كابتن. هو كان بامكانه خطف الفوز بعد ما تعادلوا. هم لغايه ما تعادلوا ما فيش غير الكره بتاعه دي بروين اللي هي جت في العارضه، اللي هي الضربه الحره. وكان في فرص بقى، امام عاشور جات له فرصه ثانيه اللي احرز الهدف، مصطفى زيكو جات له فرصه، عمر مرموش، ادي بتاع 3 فرص لمنتخب مصر. ولكن بعد هم ما تعادلوا الامور قربت قوي ليهم، كان ممكن يخطفوا الفوز بقى، اللي هي الكره اللي صدها مصطفى شوبير اللي هي ضربه الراس. هي دي اللي كانت الفرصه الوحيده اللي انا شفتها بعد ما تعادلوا. في المقابل في تاني اعاقه لزيزو، يعني على حدود ال 18 كده، الفار ما اتدخلش فيها. بس هم فعلا بعد ما خروج صلاح، برضه وجود صلاح في الملعب بيمثل تقل كبير جدا لمنتخب مصر، او بيمثل عبء على الخصم، لان صلاح باسمه ما بيخليش الفرقه تتحرر براحتها طول ما صلاح موجود. وسلام بقى بيبقى في صلاح ومرموش، فبيبقى في خوف كبير جدا من الخصم ان هو بيلعب بتحفظ جدا، ما يقدرش يهاجم براحته في وجود الاثنين دول في الشق الهجومي للمنتخب. الكابتن انت ذكرت محمد صلاح، نجمش نشوف رايك بالضبط، وانه المدرب المصري حسام حسن اتخذ قرار نجم نقول ثوري بين معقفين، صعيب ياسر باش تبدل محمد صلاح في الربع ساعه الاخيره، وقت كان من المستحيل خروجه من الملعب وتواجده فوق الملعب فقط هو عنده تاثير وثقل كبير على المنافس كما كنت تحكي.
والله هو يعني هو انا مش عارف، هو يمكن يكون في يعني في ليها اي ظروف تانية يعني لغايه دلوقتي برضه ما اتعلنش عن ظرف تاني. رايي انا الشخصي محمد صلاح لو سليم ومش مرهق ولا خايف على اصابته، ممكن يكون المدرب يعني خلاص حس ان الماتش ده كده خلاص عشان الماتش الجاي او حاجه بيحافظ عليه، مش عارف يكون عنده اي مشكله عضليه او كان خايف او خايف من اي مشكله عضليه ماشي. انما محمد صلاح موجود في الملعب، ما طول ما هو سليم ما يطلعش من الملعب. معلش مع احترام محمد صلاح مين يعني مين هيلعب على محمد صلاح؟ مين هيمثل له خطوره؟ اصل اللعيب اللي زي محمد صلاح ده مش مدافع، ده لعيب مهاجم ولعيب هداف قناص. ممكن يبقى الماتش كله مش ظاهر، بس تجيله فرصه في الدقيقه 90 او في الدقيقه بلس 90 يخلص الماتش. نعم. لان هو الفينش بتاعه ما حدش عارف الفينش اللي بيعمله بتاع محمد صلاح. واحنا لو رجعنا للهدف اللي سجله امام عاشور وتغيير الملعب اللي عملها وصنعت الهدف والاسيست ما كانت من محمد صلاح. نعم. المجموعة هذه اللي تواجد فيها مجموعة اللاعبين المصريين حاليا في المنتخب، مروان عطية يقول نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لمصر كابتن. ما هو مروان عطية الكلام اللي بيقوله هم بدأوا يحسوا بنفسهم. لقوا الموضوع يعني الموضوع مش بعيد. لما لعبوا ماتش بلجيكا وهم كانوا احسن من بلجيكا المنتخب المصري، فقال لك خلاص الموضوع. دي الحقيقه على فكره دلوقتي فروق الكره قريبه جدا من بعضيها. يعني الراس الاخضر ما تعادلت الراس الاخضر تعادلت مع اسبانيا الفريق المصنف عالميا الاول عالميا. فالكره قريبه، فهم بدأوا ياخدوا الثقه ودي حاجه كويسه. بس اهم حاجه وكل ما اتمناه ان هم يكونوا خدوا الثقه، بس ما تتقلبش معاهم بغرور وتعالي او ضمان الفوز. ان انا عملت كده مع بلجيكا، طيب مع نيوزيلندا اللي هي في تصنيف بعيد جدا والمفروض بعيد جدا حتى عن منتخب مصر نفسه مش عن منتخب بلجيكا، فانا نازل ضامن الفوز. فالماتش يقلب، لان دايما الماتشات دي لما بتقلب ما بتعرفش ترجع ليها وانت في الماتش نفسه، لو ما فيش اعداد نفسي كويس للماتش. نعم. نجم نقولوا المنتخب الجزائري المصري عدى مباراة تكتيكيا كبيرة برشا، اعتمادا على الدفاع المنظم كابتن جمال مع الهجومات المعاكسة ومع زوز من أقوى المهاجمين محمد صلاح وعمر مرموش. خلى المنتخب المصري نجم نقولوا توا ينجم يعتمد يقدم مباريات كبيرة أمام المنتخبات كبيرة، خاصة على التوليفة هذه التشكيلة اللي الفرقة اللي كونها المدرب حسام حسن. هو الاعتماد زي ما قلنا من الاول كده زي ما بقول لحضرتك، هو بيعتمد على الاثنين دول. وهو حسام عنده فلسفه على فكره قديمه شويه من ايام ما مسك الزمالك. الناس القديمه هتفتكر معايا يعني المصريين ان هو كان حتى بيجي في مباراه مهمه هو دايما كان عاجبه الطريقه بتاعت برشلونه زمان في 2009 اللي هو راس الحربه الوهمي، ما بيحبش يلعب براس الحربه رغم ان هو كان راس حربه يعني. ما بيحبش يلعب براس الحربه التارجت 9، بيحب يلعب براس الحربه المتحرك. فهو لقاها في مرموش عشان سرعه مرموش وكده. هو بس للاسف الماتش اللي فات كان مرموش في اقل مستوياته، مش وحش، بس هو مرموش عنده احسن من كده بكتير. يعني انا في رايي مرموش لو كمان كان في مستواه وكان في يومه كان عارف يعني يصنع الفارق في وجود صلاح وفي وجود امام عاشور وفي وجود زيكو وفي وجود اللعيبه اللي كانوا متالقين يوميها، كان ممكن يصنع الفارق يوميها. فاتمنى ان شاء الله الماتش الجاي. على فكره ماتش نيوزيلندا اللي انا شفت الماتش نيوزيلندا وايران، لا فرقه برضه فرق مش بالسهوله اللي كنا متصورينها. فعاوزه برضه ان ينزلوا من اول دقيقه. المنتخب المصري يحاول يسجل ويحاول ما يضيعش اي فرصه من اول دقيقه في المباراه. نعم. هذا بالنسبة لفقرة المنتخب المصري، واحنا كل ما نتقابلوا مع كابتن جمال سواء في الإذاعة في التلفزة في الصحافة ولا حتى على التواصل الاجتماعي، الفارس الأبيض في كلمة نفتح قوس على حظوظ الزمالك في الموسم القادم والاستحقاقات لرابطة الأبطال الأفريقية. كابتن جمال ربنا يسهل. والله الزمالك برضه يعني الزمالك الحمد لله كسب الدوري، وللاسف خسر الكونفدراليه بضربات الترجيح يعني على اخر حاجه يعني. وبس المشكله ان عنده برضه مشاكل اداريه، مشاكل في المستحقات ومشاكل ايقاف قيد. فربنا يسهل الموضوع يعني ان شاء الله يحصل انفراجه الفتره اللي جايه باذن الله عشان يستعد لدوري الابطال وللدوري المصري. بس موضوع ايقاف القيد ده اللي مش عارفين لسه، لان في ايقاف قيد
تأديب المفروض فترتين، وهتعمل فيه التماس، لسه مش عارفين الالتماس هيقبل ولا لا. بس يعني سبحان الله، الزمالك كان عنده ايقاف قيد الفتره اللي فاتت وما يحدث وكسب الدوري، وقبل كده كان في ايقاف قيد مع فريرة في دوري 2022 والزمالك كسب الدوري. رب ضارات نافعه، يمكن يكسب دوري ابطال افريقيا كمان. نعم. إذا بالتوفيق إن شاء الله للفارس الأبيض وكل الجماهير الزملكاوية. بنمشي إلى فقرتنا الأخيرة كابتن جمال، والفرق أو خلينا نقول المنتخبات التصنيف الأول العالمي، كيفاش تشوف حظوظها؟ كيفاش قريت بداية مباراتها الأولى فنيا، ومن خلالها نعرفك وأنك تعرف شنو بالضبط الأهداف المنتخبات الكبرى. والله المنتخبات الكبرى، في منتخبات ظهرت كده من الاول كده، يعني بدات كده برساله تخويف للفرق، زي المنتخب الالماني، المنتخب الفرنسي، المنتخب الارجنتيني. يعني بدا باينه قوي من اولها كده ان هو نازل من اولها كده، المنتخبات نازله. يعني المنتخب الانجليزي امبارح كمان، منتخب انجلترا يعني بيعلن عن نفسه بقوه كبيره جدا. في المنتخبات يعني مثلا النجوم بتاعتهم، مثلا كيليان مبابي احرز هدفين في اول ماتش، هاري كين امبارح هدفين، ليونيل ميسي احرز 3 اهداف. فنازلين بقوه، يعني بقوه، بدأنا ما فيش تطور من الاول، بدأنا جد قوي. المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي، يعني ايه في الماتشين بتوعهم، منتخب اسبانيا ومنتخب البرتغال مع الراس الاخضر ومع الكونغو، لا لسه شويه مش واضح الامور بتاعتهم قوي، لسه مش باينين قوي. بس طبعا هيجوا مع الوقت، وانا برضو ضد ان احكم، لان انا في رايي ان دايما بطولات كاس العالم البطل بيتولد من وسط البطوله، مش من الترشيحات اللي قبليها. صح. نعم. واحنا نحكيو على ثمش، هل هناك منتخب تنتظر باش يكون الحصان الأسود ويراهن عليه ويحقق المفاجأة، حتى إذا كان كما عمل المنتخب المغربي سابقا في نسخة قطر 22 حسب الدور الأول واحنا كملناه كابتن جمال؟ هل هناك منتخب ربما تراهن عليه يقدم مستوى جيد؟ اتمنى طبعا ان شاء الله المنتخب المصري نمره واحد، ومؤهل لكده المنتخب المصري ان شاء الله. وبرضه عجبني في منتخبات ظهرت كويسه جدا، زي منتخب كوريا الجنوبيه ومنتخب اليابان، ظهروا بصوره مغايره جدا. وطبعا المنتخب المغربي خلاص هو بقى مصنف، يعني المنتخب المغربي وصوله قبل النهائي قبل كده. وانا في رايي برضه تاني بقولها لحضرتك ان المنتخب المغربي الاداء اللي عمله في ماتش البرازيل كمان اقوى من الاداء بتاع 2022، يعني لان في جمال كوره اكتر وفي سيطره اكتر وخلق فرص تهديف اكتر. فاتمنى ان شاء الله ان يطلع منتخب يكون منتخب افريقي، بالاضافه طبعا يعني مصر او المغرب، بالاضافه طبعا لمنتخب كوريا ومنتخب اليابان. على فكره منتخب المغرب اللعيب اللي قلت لحضرتك عليه دوت ايوب بوعدي دوت، لعيب عنده ثقه رهيبه جدا، وبيلعب لاعب الارتكاز الحريف اللي عامل اسكان للملعب كله، وعامل ربط بين الخطوط وثقه بالنفس، ومغطي المساحات كلها ومغطي زوايا التمرير للخصم. فيعني وده برضه منه الله اعلم، والله هو برضه مش تكوين اكاديميه محمد السادس، لانه هو مولود بره وتكوين بره فرنسا في نادي ليل الفرنسي. انا كنت اول مره اشوفه بصراحه، فوجئت بيه، فبدات ابحث عنه. انت واخد بال حضرتك لما تلاقي فيه لعيب بيخطف عينك كده. نعم. تراش ألا ترى وأن النسخة الأخيرة هذه النسخة الحالية قد تكون الأخيرة كابتن جمال لبعض النجوم، عن مثلا صلاح، عن رياض محرز، مودريتش، رونالدو، ميسي. كيفاش تشوف نهاية المشوار هذه النجوم؟ مبدئيا اتمنى ما تكونش الاخيره لصلاح، صلاح اصغر منهم بكتير هو ورياض محرز، يعني هم بعيد شويه عن مودريتش وميسي كسن يعني. واتمنى محمد صلاح تمنيات، يعني اتمنى محمد صلاح يستنى في اوروبا برضه، يعني في يروح دوري ايطالي كده، انا ده اتمناه عشان يستنى في المستوى بتاعه، مستواه ما يقل، يعني ما يبعدش كتير. يعني محمد صلاح اتمنى انه يبقى ليه كاس عالم كمان مع مصر،
ومسيره محمد صلاح تستحق كده. يكفي ان محمد صلاح قاد منتخب مصر للوصول لكاس عالم مرتين من الاربع مرات اللي مصر في تاريخها وصلته لكاس عالم، وقاد مصر لنهائي كاس الامم الافريقيه وعلى ضربات ترجيح، وكاس عالم ضاع برضه الوصول بتاعه على ضربات ترجيح مع السنغال. فمحمد صلاح من مسيره كبيره جدا، اتمنى ان تستمر اكتر واكتر. طبعا ميسي وكريستيانو اظن برضه محرز ممكن، الله اعلم يعني. واتمنى برضه ان محرز ما يمشيش، بس انما كريستيانو وميسي اظن ان هي دي هتبقى البطوله الاخيره ليهم، واظن حتى في تصريحات بتقول كده، بس هيبان يعني. بس يا ترى هل هنلاقي لعيبه باستمراريه كريستيانو بلعيبه واستمراريه ميسي اللي بقالهم اكتر من 20 سنه بيلعبوا في بطولات كاس عالم، دي سادس بطوله ليهم، وبيلعبوا مؤثرين وبيلعبوا بالنجوميه ديت؟ على فكره هم صعبوا كل حاجه، صعبوا الاستمراريه وصعبوا النجوميه على كل النجوم بصراحه يعني. نعم. وطبعا اتمنى لصلاح ان يكمل كمان يا رب. نعم. النسخة هذه كابتن جمال كملنا نحن الجولة الأولى منها، والانطلاقة الجولة الثانية ربما باش تبدأ تظهر الأمور الجدية خاصة على المنتخبات الكبرى، باش تظهر الاستعدادات البدنية وكذلك الأهداف متاعهم. اليوم في المجموعة الأولى المباراة المتقدمة تشيكيا تبدأ 5 متاع العشية مع المنتخب الجنوب أفريقي، الساعة 8 مساء المنتخب السويسري مع المنتخب البوسنة في المجموعة الثانية، وفي نفس المجموعة الثانية المنتخب القطري مع المنتخب الكندي. ألا ترى وأن كابتن جمال ولينا المنتخبات العربية نفرحوا لما نسجلوا هدف أصبح الهدف من الأهداف اللي يشارك بها المنتخبات في المونديال؟ هو ما بقاش بقى حته نفرح بتسجيل الاهداف، واحنا بنفرح اكتر بالصعود بصراحه يعني. هو المنتخب القطري يعني يمكن تعادله في الوقت بدل الضايع دوت في مباراه سويسرا يكون سبب في صعوده، اتمنى كده. المنتخب الجنوب افريقي يعني جدير بالذكر، يعني نقول عليه ان المنتخب الجنوب افريقي للاسف ظهر بصوره صعبه جدا، برضه صوره سيئه جدا في مباراه الافتتاح امام المكسيك. اتمنى ان هو يحسن من نفسه، حتى ما شفناش فيها بكره جنوب افريقيا بتاعه سان داونز وبتاعه كايزر سيتز وبتاعه الفرق الجنوب افريقيه حتى واورلاندو والمنتخب جنوب افريقيا. الكره الحلوه، الكره الممتعه، الكره اللي فيها لعب كره من تحت وبنى لعب، ما شفناش الكلام ده خالص. شفنا فرقه يعني فرقه مستواها بعيد جدا وغير حالتين طرد. فاتمنى طبعا ان المنتخبات العربيه ما يبقاش هدفها انها تحرز اهداف بس، او تحرز هدف او حته اللعب التمثيل المشرف. عاوزين نطلع من الموضوع ده. الموضوع ده المفروض يعني من زمان قوي الفروق قريبه جدا. وعلى فكره النجوم اللي حضرتك بتحكي عنهم من شويه، بتقول النجوم دي ممكن تكون البطوله دي اخر بطوله ليهم. النجوم دي ما فيش نجوم طالعه تاني يعني بنفس القوه بتاعتهم عالميا، يعني على ميسي وكريستيانو والناس دي. فانا في رايي ان دلوقتي بقى الفرق مش بعيد ما بين اللعيبه وبعضيها. هي حته الاصرار والشخصيه والعزيمه، ان انا ابقى يعني متفوق وعاوز اكسب، مش عاوز اروح اعمل تمثيل مشرف، احرز هدف، اتعادل ماتش كده يعني. نكمل في دقيقة كابتن جمال تكهناتك للزوز المنتخبات باش يلعبوا النهائي. ما نقولش من سيفوز، لكن أعطيني زوز منتخبات ترشحها لمواصلة النهائي. أنا أتمنى يعني أقول تمنيات ولا أقول إيه بالظبط؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا على فكرة تمنيات البرتغال تكسب كأس عالم، رغم إن أنا يعني بشجع البرازيل ودي حاجة معروفة يعني، وطبعا الأرجنتين يا مارادونا. بس أنا أتمنى البرتغال علشان تبقى ديت يعني إيه، يعني حسن الختام لكريستيانو، لأن لعيب أمتعنا، لعيب حافظ على نفسه، لعيب إدى نموذج للشاب وللرياضي اللي بيحافظ على نفسه والمستقيم اللي بيعيش فتره كبيره جدا في الملعب، بيضحي بحاجات كتير جدا عشان يستنى في السن دوت وهو 41 سنه ولسه واقف على رجليه وبيأدي بالمنظر ده. اتمنى البرتغال. انما انا شفت فرنسا والارجنتين والمانيا وانجلترا بداوا كويس جدا، البدايه كويسه جدا. طبعا اكيد اسبانيا والبرتغال معاهم يعني. ده في رايي اسبانيا ما بين دول. البرازيل انا شايفها بعيده،
في ماتشات اللي لعبته ضد مصر، والماتش الثاني اللي لعبته مع المغرب. انا شايف البرازيل بعيده جدا، ومش هي دي نجوم البرازيل اللي تعودنا عليهم قبل كده. نعم. شوف كابتن جمال، محلاها كرة القدم لا تحتاج إلى لغة، هي لغة في حد ذاتها عالمية. معناتها كل العالم يحكي على كرة القدم، يحكي على إحساسه وعلى شعوره وعلى فرحته وعلى خيبته من خلال كرة القدم. هذه الرياضة اللي في الحقيقة سموها اللعبة الشعبية، وهي ساحرة مستديرة. شكرا لك كابتن جمال على هذه المرور وهذه المصافحة وهذا التحليل الشيق للجولة الأولى الختامية من دور المجموعات في منسخة مونديال 2026. نلتقي إن شاء الله بكل التوفيق للمنتخبات العربية والأفريقية، وبالتوفيق كذلك لكابتن جمال ليك في مسيرتك الإعلامية كناقد رياضي في جمهورية مصر العربية. نلتقي في قادم الجولات. هكا نكون كملنا ياسين زميلنا.